ان المجلس العسكري نزل انا بحضر شريط تسجيل اوري الاخوان ان للدنيا كلها ان الاخوان قتلوا المتظاهرين عشان يتهموني؟ يرضيك يا استاذ احمد؟ واحنا نقف كده منفضين ايدينا كده وجدعان لغايه لما نتضرب على قفانا مره واثنين والصبح والظهر وبالليل؟ ويطلعوا حضرتك على قناه يقول لك كده كاتبين كده على النت يا استاذ احمد، احنا هنحضر شريط عشان نوري الناس كلها ان الاخوان ضربوا نفسهم بالسكينه. اللي حصل النهارده هي جريمه كامله الاركان ضد الشعب المصري الأعزل، أن يقتل الناس وهم يصلون. وكما قال الشاهد أنه ضابط الحرس الجمهوري الذي قتل بأيدي الحرس الجمهوري لأنه رفض أن يطلق الرصاص على المصلين وهم ساجدون. هذا أحد الشهود الجرحى قال هذا الكلام في المؤتمر الصحفي. وبالتالي ما حدث يجب ألا يمر مرور الكرام. هذه جريمة تاريخية في حق هذا الشعب، ويجب أن يعاقب كل من حرض أو أمر أو شارك فيه. الإعلام المصري يرتكب جريمة في حق هذا الشعب لا تقل عن الجريمة الذين قتلوا، الذين يطمسون الحقائق ويعودون إلى الأربعينيات والخمسينيات وإعلام الستينيات. هم يرتكبوا جريمة بحق هذا الشعب لا تقل عن جريمة الذين أطلقوا الرصاص عليه.